القدوة. مين فينا يا جماعة ما عندوش قدوة غير شخص فاشل ما عندوش أي هدف من الحياة وبائس؟ أو كريستيانو رونالدو مثلا، يعني الراجل قفل اللعبة ما شاء الله عليه، كفاية إن هو معاه جورجينا بس، مش محتاج قدوة. والأبهات طبعا مش محتاجين قدوة هو كمان، لأن أبهاتنا كلنا شاركوا في حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف وحرب 73 وكل الحروب اللي في الدنيا شاركوا فيها، وأبهاتنا كلنا كانوا بيطلعوا الأوائل على المدرسة، وأبهاتنا كلنا اتعرض عليهم 30 متر في الصعيد بنص جنيه وسابوها وراحوا حفلة ام كلثوم عشان هم رجاله صاحبة مزاج، يعني هم ناس صحاب مزاج مش محتاجين قدوة في حياتهم اصلا. وأمروا سهروا. ايه بقى هو تعريف القدوة اصلا؟ يعني انا اديتك قدوة، طب ايه تعريف القدوة يا معلم؟ تعريف القدوة يا نجم، القدوة هو شخص حقق اللي انت معرفتش تعمله. خليك انت كده قاعد جنب امك مش عارف تعمل حاجه، وسيب القدوه هو يروح يعمل اللي انت مش عارف تعمله. شخص انت بتاخده مثال ليك عشان هو عمل حاجه انت مش عارف تعملها، ده القدوه. فهمت يعني ايه قدوه؟ لا ما فهمتش. هديك مثال. القدوه مثلا زي ام كلثوم في الغنى القديم، حسن الاسمر وشيبه في الغنى الشعبي، احمد عز في الوسامه والاعتراف بعياله، مكاوي في التعامل مع البنات، مكاوي في انك تبقى غني. هو مفيش غير مكاوي ولا ايه؟ ما علينا. متكاوي في انك تخلي حمادة على وضعه. بجد؟ ريلي؟ الو يا حماد. هشغله. بقول لك ايه، قول لي فيه ايه. هو انت على وضعك؟ اكيد يا ابني على وضعي، بس مش فاهم بتسأل السؤال ده ليه يعني. بسأل ليه عشان متكاوي بيقول ان هو مخليك على وضعك على طول. ثانية، انت قصدك على الحمادة بتاع مكاوي؟ طب اقفل يا ابني. ودي مكالمة طبعا مش هنحسبها لان حمادة طلع غير مهذب بالمرة. طبعا مش هنتريق على الجولاين بتاعت مكاوي، وهنقول ان هو ناسي كيس اندومي جوه او علبة سجاير عشان الناس كلها قالت كده. احنا هنجرب تجربة عملية. بصوا يا جماعة ركزوا معايا، ده مبدئيا كده ده دكتور مكاوي اهو، دكتور مكاوي. هنبدأ بعلبة سجاير المالبورو دي، هنسحب علبة سجاير المالبورو كده نحطها جوه فك مكاوي، بوم، علبة سجاير اختفت. هنجرب كده العربية المرسيدس الجي واجن دي كمان، هنسحبها جوه فك مكاوي، بوم، العربية اختفت. قلت اجيب حاجة اكبر شوية فجبت عربية جامبو كده، قلنا هنجرب، هنحط العربية الجامبو جوه فك مكاوي، اختفت. الله، والعربية محملة برضو اختفت. وده برق بنزين، ده برق بنزين برضو هنجرب نحطه جوه فك مكاوي كده، بوم، ما اختفاش. ليه بقى؟ لان برق بنزين عايز يتصغر سنة بره سنة، وهنصغره سنة عشان هندك كده شوية عشان ندخله في بق مكاوي، هيدخل جوه فك مكاوي، بوم، اختفى. كل الحاجات دي جوه فك مكاوي موجوده يا جماعه، يعني احنا لو شلنا فك مكاوي كده تلاقي الحاجات كلها ورا منه اهي موجوده. فهمتوا حاجه؟ بس ده كان موضوعنا النهارده، نرجع فكه مكانه بس كده، كل حاجه رجعت زي ما كانت. وبكده هنستنتج ان الجولاين مكاوي ليه استخدامات عديده احنا ما كناش نعرف عنها حاجه، وممكن نستخدمه كمان في نظريه فيثاغورس، الزاويه القائمه. المهم مكاوي من النوع اللي بيفرض نفسه. هتسالني ازاي؟ ما سالتش، انا هقول لك ازاي كده، انا حر. يعني عايزك تاخده قدوه بالعافيه. فهمت حاجه؟ برضو انت فاهمك تقيل ولا ايه؟ ركز معايا. طيب يعني اللي هو انا معايا فلوس احسن منك، وجسم احسن منك، وعربيه احسن منك، وبنات احسن منك. والله العظيم هو اللي بيقول كده في الفيديو، انا مش بترول، بجد هو بيقول كده. انا عندي جسم احسن منك، فلوس احسن منك، عيشه احسن منك، المفروض تسمع نصيحتي. فاللي هو ازاي يا انت بتاخدنيش قدوه؟ ازاي يا انت ما بتاخدنيش قدوه؟ انا ازاي يعني؟ بيعلمني حاجات كتير، وبجد بجد على فكره انا بتفرج عليه وهو بيعمل هدوم. من ضمن الكونتنت بتاعه اللي هو المحتوى اللي بيقدمه لينا اننا نظبط بنات بطريقه بعيده كل البعد بتاتا عن تظبيط البنات. يعني اول حاجه لو هي منزله طقم حلو او فستان حلو، بكتب بكل بساطه كده: هتعملي قلق فين النهارده؟ هتعملي قلق فين النهارده؟ انا هجربها معاك. بقول لك ايه، هتعملي قلق فين النهارده؟ هعمل قلق فين؟ هعمل قلق عند امك. Oh my god bro. اوعى تيأس مع مكاوي، مش من اول مره، هتجرب حاجه تانية. انت كيوت والله، بس مش نوعي المفضل في البنات. انت كيوت والله بس مش نوعي المفضل. دي هتجيب معاها وهتودي، دي هي دي خلاص، هبعت. نوعك؟ هو انت اصلا يا ابني عندك نوع؟ انت بتفهم اصلا؟ وبعدين ما طبيعي ايه انت كيوت بس مش نوعي المفضل، يعني عايز ايه؟
التالتة بقى انت وحماده لايقين على بعض جامد. انت وحماده لاقيين على بعض. اكيد مش هجرب انت وحماده لاقيين على بعض، اكيد مش هجرب انت وحماده لاقيين على بعض، اكيد. انت وحماده انت مش مجرب، لا لا لا. لا ثواني، مش حماده ده، اي حد اسمه احمد يا عم، مشيها عبده. طيب هنفترض ان انت نجحت في ان انت تظبط البنت بعد القرف اللي انت قلته ده كله، وبعد حماده وهتعملي قلق فين النهارده والحاجات دي كلها. هنفترض ان انت نجح، بركه ربنا، في ناس ماشيه بالبركه عادي. تعمل ايه بقى بعد ما تكلمها؟ تعال اقول لك على 4 حاجات لو عملتهم اول ديت البنت حرفيا هتعوز تاكلك، مش مبالغه. ايه اللي هيخلينا افرح ان في بنت عايزه تاكل؟ تخيل كده المنظر، بنت عايزه تاكلك، يا شعور صعب قوي، ربنا يكتبه علينا. كل يوم عايزك تلبس قميص بيزك. قميص ماشي قميص. والشوزه معلش اليوم ده تبقى رايقه، يا جلد يا بوت، يبقى شكلها حلو ونضيف، مش قصدي غاليه، قصدي نضيفه. جزمه تبقى نضيفه. ومعلش بس يعني ايه اللي ممكن يخليني ان انا اروح ديت او خارج مع بنت بجزمه معفنه؟ ايه اللي يخليني ان انا خارج حتى مع راجل بجزمه معفنه؟ ايه اللي يخليني انا اطلع من بيتنا بجزمه معفنه الا لو انا بني ادم معفن؟ ماشي هنكمل برضو النصايح. اي حاجه ما تروحش عامل كده، ولا شعرك يضحك، ولا لابس اكسسوارات من الصبح. شغل السرسجه ده سيبناه في 2010 خلاص. بس كده. في حاجه برضو مش لاقي لها تعليق الصراحه، مش لاقي لها تعليق خالص، وهسيبكم تتفرجوا عليها ومش هعلق عليها لان ما عنديش اي تعليق. انواع الاحضان. حضن الصحاب حاجه، وحضن الفريند زون حاجه، وحضن الارتباط حاجه تانية خالص. يعني ايه انواع الاحضان؟ يعني مش فاهم. هي انواع، انا الحضن الوحيد اللي اعرفه حضن حمدي فتحي، وهو بيشد اللعيبه من قدامه ويرميهم في اي داهيه. ده الحضن الوحيد اللي انا اعرفه. انما تقول لي فوق وتحت، شكرا يا كتب، شكرا. ومن ضمن الحاجات برضو اللي بيعلمها لنا، اللي احنا محتاجين نتعلمها كرجاله، وبيعلمنا احنا كرجاله ازاي نتعامل مع بعض: سلامكم بالايد مش شديد. ولاقي سلامكم بالايد مش شديد. تصدق تنفع برضه في تراك كون متعدد المهام يا جماعه، متعدد. اوعى تسلم على راجل او بنت سلام ناعم كده نص لبه، سلام غلبان كده ملوش معنى. انت هتبقى قاصد بتسلم بنشفان. عرف اللي قدامك ان الليله طويله، الموضوع مش سهل. دي حاجه انا معرفتش افهمها، فتعالوا نتخيل كده سلامكم بالايد مش شديد هتبقى عامله ازاي. ده شكل ليلته طويله ده. بس يا شباب كده الفيديو خلص. السلام عليكم.